تعرف قصة الطفل اللي فجر المعسكر؟ كان اسمه عبد التواب، عنده 12 سنة، بيبيع تمر وحمص في شوارع شبرا. كل يوم يعدي من قدام معسكر الفرنسيين والجنود يضحكوا عليه ويشتموه، لكن عبد التواب كان بيخزن الإهانة في قلبه. وفي يوم واحد من المقاومة سلمه كيس صغير وقال له: خد ده وهتحطه تحت عربية البارود وهتجري. الولد عمل الكلام ده من غير تفكير، دخل المعسكر وكأنه بيبيع وحط الكيس وجرى، وبعد دقايق بوم، المعسكر انفجر والنار مسكت في المخزن والدخان غطى نص شبرا. الفرنسيين فقدوا السيطرة وانسحبوا من المكان في ساعات. ولما سألوا الولد قال بكل براءة: أنا كنت بلعب. والجبرتي كتب وقال: وحدث حريق عظيم في مخيم العسكر، وقالوا إن صبيا وضع شيئا فتفجر. هو طفل بس قلبه قد مصر كلها. فاكر ابنك الصغير؟ ممكن يكون جواه بطل لو لقى حد يصدق فيه. استناني في القصة الجاية.